تخيل معايا كده، تقوم من النوم، تفتح اللابتوب، تكتب سطر واحد، وبعد 10 دقايق تلاقي فلوس دخلالك. مش سحر، دي أدوات الذكاء الاصطناعي. في الفيديو ده هعرفك على 5 مواقع AI خرافية ممكن تغير مستقبلك بالكامل، سواء عايز تشتغل، تصمم، تبرمج، أو حتى تعمل قناة على اليوتيوب. والموقع رقم 3 حرفيا كنز الناس لسه ما اكتشفتوش. أول موقع هو تشات جي بي تي، ويمكن أغلبكم سمع عنه، لكن للأسف قليلين اللي بيستخدموه صح. تشات جي بي تي مش مجرد روبوت دردشة، لا، ده ممكن يكتب لك مقالات احترافية، يبرمج لك أكواد كاملة، يشرح لك مفاهيم معقدة وكأنك طفل، يساعدك تكتب سكريبتات لفيديوهات يوتيوب. مثال عملي، لو عندك فكرة قناة، قوله اكتب لي سكريبت القناة عن الربح من الإنترنت باللهجة المصرية، هيكتب لك سكريبت احترافي حرفيا في ثواني. استخدام حقيقي تبدأ بيه بيزنس أو قناة في نفس اليوم. الموقع الثاني هو كانفا AI، أشهر موقع تصميم بذكاء اصطناعي. كانفا زمان بيستخدموه للمبتدئين، دلوقتي بقى معاه أدوات AI خارقة. توليد صور احترافية تلقائيا، تحويل نص لتصميم، تعديل الصور بصوتك أو تعليماتك، إنشاء فيديوهات كاملة خلال دقائق. تقدر تفتح بيه بيزنس، تصميم، أو تعرض خدماتك على أبورك حتى لو مش مصمم. ده بقى الكنز الحقيقي. كايبر AI هو موقع بيحول الصور والنصوص لفيديوهات سينمائية حرفيا. تخيل تكتب ولد صغير بيطير في الفضاء ومعاه روبوت عملاق، والموقع يعملك فيديو كامل كأنك شركة إنتاج أفلام. ناس كتير بدأت تستخدمه علشان تعمل فيديوهات يوتيوب، إعلانات، وحتى فيديوهات موسيقية، وده اللي بدأوا يعملوا بيه أرباح رهيبة من يوتيوب من غير ما يظهروا أو يصوروا. مفيش خبرة ولا يهمك، الواجهة بسيطة جدا وكل حاجة خطوة بخطوة. عايز ترسم صورة مستحيلة؟ مكان مش موجود. شخصية خيالية؟ ميدجرني هو الموقع اللي هيحقق لك ده. تكتب جملة بسيطة وهو يحولها لتحفة فنية. مثلا بنت لابسة زي فرعوني في مدينة سايبر بانك، هتاخد صورة بجودة خرافية وكأنها من فيلم عالمي. الناس بتستخدم ميدجرني علشان يبيعوا تصاميم على إتسي وريد بابل، يعملوا NFT، يصمموا صور لقنوات ومواقع إلكترونية. الموقع الأخير مختلف تماما. 11 لابز هو أفضل موقع لتحويل النصوص إلى صوت واقعي جدا. تقدر تكتب أي حاجة ويقرأها بصوت عربي فصيح أو حتى بلهجة مصرية وبدقة مذهلة. تقدر تغير نبرة الصوت، السرعة، الأسلوب، وتعمل كأن حد بيتكلم فعلا. مثال، بيعمل فيديوهات بدون ما يظهر، عايز يعمل بودكاست بصوته، بيترجم المحتوى أو بيعمله بلغات تانية. شايف؟ الذكاء الاصطناعي مش بياخد وظيفتك، ده ممكن يبني لك وظيفة من الصفر. لو عايز شرح عملي لكل أداة فيهم، قولي في الكومنتات أنا جاهز أبدأ. واشترك في القناة علشان الفيديو الجاي هيكون عن إزاي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي دي فعليا وتكسب منها فلوس. ما تضيعش وقتك، المستقبل بيبدأ من دلوقتي.